السلام عليكم. إنه قصر مرعب بكل معاني كلمة الرعب، وأنا بالله العظيم لا أنقل إلا إحساسي الشخصي. هذا القصر هو أشهر قصر مسكون، ليست في مصر بل في جميع أنحاء العالم. لقد تعددت حكايات هذا القصر المسكون حتى وصلت إلى العالمية. إن هذا القصر له حكايات غريبة بوجود أنفاق خفية وممرات سرية تحت الأرض. صاحب هذا القصر كانت له غرفة سرية، لا أحد يعلم ماذا كان صاحب القصر يفعل بها، كما أنه كان يمنع ابنته الوحيدة وأخته من دخول هذه الغرفة. هذه الغرفة كانت تسمى بالغرفة الوردية، ولما مات صاحب هذا القصر تحول لون هذه الغرفة إلى اللون الأحمر. إنه القصر الوحيد في مصر الذي أن تكون موجود فيه لا تحس بأي راحة أو أمان، برغم وجود الكثير من الزائرين للقصر، حيث أنه تحول إلى مزار سياحي. لنتعرف على صاحب القصر، فهو إدوارد أمبان، وهو بلجيكي الأصل، وهو مهندس كهرباء. أعطاه ملك فرنسا لقب البارون نظرا لعمله في مترو باريس. وقد جاء البارون إلى مصر في رحلة سياحية إبان افتتاح قناة السويس، فأعجب بمصر إعجابا شديدا وارتاح في جوها، وقرر أن يستقر بها، وطلب في وصيته أن يدفن بمصر، حتى لو كان خارج مصر يؤتى بالجثمان ويدفن في مصر. هذا القصر هو قصة حي راقي قام البارون إمبان سنة 1906 بشراء أرض هذا القصر. وكانت مساحة هذه الأرض التي اشتراها لكي ينشئ حي مصر الجديدة 5952 فدان، بسعر أقل من جنيه واحد للفدان. ولنعود إلى قصة القصر. حلم البارون إمبان أن يعمل قصر لا يوجد له مثيل على الأرض. حلم البارون إمبان أن يعمل قصر لا يوجد له مثيل في الدنيا. وفي رحلة للبارون إمبان إلى فرنسا تعرف على المهندس ألكسندر مارسيل، وكان يقال عن هذا المهندس أنه يستخدم الحيل السحرية والشعوذة. من الحكايات الغريبة التي حدثت في هذا القصر أن أخت البارون هيلانا سقطت من نافذة غرفتها في الدور الثاني جثة على الأرض، وظلت تصرخ، ولم يقم البارون بإنقاذها. وبعدها بأيام عثروا على جثة ابنته الوحيدة ميرام ملقاة في بئر المصعد على وجهها، ولا أحد يعرف من وراء هذه الحوادث. الغريب في الأمر أن داخل هذا القصر المخيف يشهد الشهود أنه في أيام معينة في الشهر تتحرك
أشباح وأضواء وأصوات عالية وصراخ، ولا أحد يعلم مصدرها. إن هذا القصر تحس والله أعلم أن الطيور لا تأتي إلى هذا القصر، وإن مرت في أجوائه تحس أن الطيور يأتي لها روشة عجيبة عجيبة. مساحة هذا القصر حوالي 5 أفدنة، وقد صمم هذا القصر على طراز المعابد الهندوسية. ولقد قام البارون بشراء معبد هندوسي وتم تفكيكه في الهند، وتم نقله إلى هذا القصر. أرجو من الجميع ألا يتعجب، فتماثيل هذا القصر لا يمكن أن تكون بنيت في مصر أو في أوروبا. تم بناء هذا القصر بحيث لا تغيب عنه الشمس طول اليوم. صمم مهندس القصر على رمان بلي لكي يدور القصر حول نفسه، ولكي يرى من في القصر القاهرة في جميع الاتجاهات. ومن المعروف أن هذا القصر سنة 1911 كان من في القصر يستطيع أن يرى الأهرامات الثلاثة. تروس البرج توقفت عن العمل مباشرة بعد سقوط أخت البارون هيلالا من شرفة غرفتها. البارون عاش فترة كبيرة من عمره في الهند، ولهذا تجد الطابع الهندوسي مسيطر على أجزاء كبيرة من القصر. القصر مكون من 2 طابق. الطابق الأول مخصص لاستقبال الضيوف، أما الطابق الثاني فهو غرف معيشة. أغرب ما في القصر لوحة جصية تقع أعلى مدخل القصر الرئيسي، تمثل حكاية من التراث الشعبي البوذي. وفقا للأساطير البوذية، فيها يحاول الشيطان كذا مرة إلهاء خواتم بوذا وصرفه عن التأمل والاختلاء بنفسه، وإغراء الشيطان له ببناته الجميلة ولكن دون جدوى. في القصر الكثير من التماثيل البوذية يظهر الكائن الأسطوري بالا، يستخدم للحراسة وإبعاد الشر عن المعابد والقصر. أغرب حكايات القصر أنه في الثمانينات حدث حريق كبير في القصر، وقد انطفأ الحريق من تلقاء نفسه. وفي فترة التسعينات تجمعت جماعة تطلق على نفسها عبدة الشيطان، كانت تجتمع في القصر في الليل وتقيم الحفلات المجنونة جدا. وهذه الحادثة قد هزت مصر جميعا في فترة التسعينات، وظلت الصحافة المصرية تكتب تكتب عن هذه القصة الكثير من القصص، وظلت هذه القضية متداولة فترة كبيرة جدا في المحاكم المصرية. وللعلم كان أغلبية الشباب المنضم لهذه المجموعة شباب من أكبر عائلات الموجودة في مصر.
من الأشياء العجيبة أن البارون إمبان كان على علم بطريقة تحضير الأرواح. وللعلم هذا القصر يوجد فيه الكثير من الإحساس بعدم الراحة النفسية نهائيا. وللعلم الكثير من الشركات العالمية طلبت التصوير، الشركات العالمية السينمائية طلبت التصوير داخل القصر لتصوير مشاهد رعب داخل هذا القصر الغريب العجيب الممتلئ بالقصص المخيفة. لم يدخل هذا القصر أحد من سكانه إلا ومات موتة غريبة وعجيبة. هذا القصر لا يوجد تشابه للرعب والأحداث المؤلمة التي حدثت فيه داخل هذا القصر في أي مكان في العالم. هذا القصر قصة رعب مكتملة الأركان. أنا بالله العظيم لا أنقل إلا إحساسي. هذا القصر به الكثير من الأشياء الغريبة والعجيبة جدا. أن يكون فيه أنفاق لمسافة كيلومتر فهذا شيء عجيب. أن يكون فيه معبد هندوسي كامل وهو يستطيع أي أحد من حضراتكم أن يراه، فهو شكل بناء مختلف نهائي عن البناء الموجود في كل منطقة الشرق الأوسط بل في كل أوروبا. إنه قصر غريب عجيب جدا. كنت أراه قبل أن يجدد، كنت أحس بالرعب منه إن مريت عليه نهارا أو ليلا. كل من كان يمر بجوار هذا القصر كان يأتي له الإحساس بالخوف. الله أعلم إن هذا القصر يضيف إلى مصر من السحر أكثر ما فيها من سحر. فهذا القصر ساحر عجيب غريب. أنا لا أنقل إلا إحساسي. هذا القصر مرعب بكل معاني كلمة مرعب. إنه قصر تحس معه أن لا يسكنه إلا الشيطان وأعوانه. هذا ليس محتوى رعب ولكنه إحساسي الشخصي. رسومات هندوسية غريبة عجيبة موجودة داخل هذا القصر المخيف. للجميع الحب والشكر والاحترام والتقدير. جمال المغازي، يوم في مصر.